السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا الغاليين. استغلال المساحات طبعا تميزنا فيه كالعادة، وشفنا مطابخ كبيرة وشفنا مطابخ صغيرة وشفنا مطابخ للسقف وشفنا حاجات وابداعات كتير قوي. لكن اللي احنا فيه النهارده ده حاجة مختلفة تماما، ابداع وتميز داخل مؤسسة راميتال من الابداعات الحديثة. طب ليه هنا حدثنا وابدعنا؟ ما هو الصاحب ليه عند صاحبه وحاجات كتير. لما صاحبي حبيبي وعشرة عمري وزميل تختة ويجي يقول لي انا عملت بيت جديد وعملت 3 اوض، تمام، ومضطر ان انا اخد اوضه مخصوص اعملها مطبخ، والمطبخ كبير والدنيا والحكايه، فعايزين حل يا عم رامي. جيت هنا الموقع اللي احنا فيه دلوقتي وشفت المساحات، ما لقيتش غير المساحه الصغيره ديت اللي هنستغلها تبقى معانا مطبخ. دخلنا على طول من الريسبشن من الصاله، يعني ده باب الشقه، تمام، ده دخولي من باب الشقه على طول. اخش عملت له مطبخ امريكي بدون مطبخ اصلا، ما كانش مطبخ، هو المساحه دي مش مستغله. هنا غرفه النوم، تمام، غرفه هنا الاستقبال او الصاله، في بلكونه، هنا في اوض ده وفي الحمام وفي حمام تاني جوه، واستخدام البيت من الداخل. فخلقت مساحه جديده داخل المكان الصغير ده، وخلقت استغلال كبير قوي هتشوفوه معانا. طب اوريكم استغلال عظيم بقى مش هتتوقعوه. كان معايا مشكله في الانبوبه، هنا حلينا مشكله الانبوبه. ادي اول استخدام نقدر نفكر فيه لاستخدامنا. هتاخد هي انبوبتها من هنا، هتطلع كده على باب الشقه على طول، تطلع انبوبتها الصغيره. ده بدايه استغلال معانا. نكمل معانا بقيه استغلالنا. طبعا من هنا خلاص مغلق مطبخ، مفيش استغلال من هناك. كل دي نظام ثابت بحيث ان مطبخنا يظهر معانا. هنا البوتاجاز ان شاء الله هيكون في المنطقه دي، هي واقفه هنا على بوتاجازها، تمام. في على يمينها درج عميق، استخدام كبير، درج تاني، درج تالت. احنا بنتكلم في اصغر مساحه مطبخ في العالم. لا تقول لي اصغر مطبخ في مصر، ولا اصغر مطبخ مش عارف في 100 غمر، ولا لا، ده اصغر مطبخ في العالم. اتحدى بيه اي مساحات. حتى مساحه الحوض هنا بالنسبه للباسكت، هنستغل الباسكت من الداخل. هنا في رف معانا برضو كاستغلال منظفات، هنا هنستغل المنظفات في المنطقه دي. تعالى شوف الركنيه بقى معايا هنا، ركنيه عميقه برضو من الداخل كاستخدام كبير ومساحه كبيره. هنا في ضلفتين تانيين، ادي ضلفتين تانيين كاستخدام كبير، ما شاء الله. ده بالنسبه للجزء الارضي. نيجي بقى للرخام والتميز في الرخام والابداع من اللمسات المتميزه. ادانا شكل الامريكي بالفعل، ما حسسناش ان احنا اخترعنا مساحه او خلقنا مساحه جديده، لا، المساحه هنا يخش يحس ان المطبخ ده متفصل اصلا وهو وضعه هنا. طبعا ما كانش معانا سباكه، جبنا سباكه من بره وعدلنا ونظمنا الوضع اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. الشفاط طبعا هنا في المنطقه ديت لسه هيجي مع البوتاجاز، تمام. هنا على شمال الشفاط ضلفتين كبار كاستخدام كبير. قلاب معايا برضو فوق شمال يمين الشفاط، مساحه كبيره. الركنيه العميقه اللي هتخزن فيها برضو حاجات كتير قوي، بدات ان هي برضو تنظم وترتب. الدراع المنطبق برضو معانا في المطبخ العظيم الكبير، تمام. مكان الاطباق، مكان الكوبايات، الدرج معانا هنا للتصافي. كمان عاملين مكان للمعالق والشوك والسكاكين هنا في المنطقه دي، تمام. الابداع بالنسبه لابو ريان جاب حوض جميل كده ولمسه طيبه. طبعا الحبسه بالنسبه للرخام، الرخام الدبل الاسود الجلاكسي الممتاز والمميز. ضلفتين تانيين معانا هنا برضو في ارتفاع. انا كان ممكن نوصل للسقف، بس هي المدام قالت انا كده محتوياتي تمام التمام واستغلالي كده تمام التمام و10 على 10، مش محتاجه اكتر من كده بصراحه. كفينش بقى في الخارجه ونهايات وداخله ووضع زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله، حاجه مبهره. نقول ان احنا تفوقنا على مساحه كخلق مساحه اصلا مش موجوده، كمطبخ معدوم المطبخ، ما كانش في مطبخ داخل الشقه زي ما شرحنا.
فالحمد لله نحمد ربنا على النعمه الكبيره اللي احنا فيها، ان احنا وصلنا للمستوى المبهر، وان احنا اسعدنا عميل من العملاء المميزين بالنسبه لي انا شخصيا، اخ عزيز وغالي على قلبي، ربنا يسعده ويفرحه يا رب، ويملى شقته فرح وسعاده وهنا باذن الله. اخواتي وحبايبي، بحبكم في الله، ما تنسوش تصلوا على النبي.